أنا الموناليزا، جالسة منذ أكثر من 500 عام، أنظر إليكم بابتسامة لطالما حياتكم. لكن هل ظننتم أن ابتسامتي هي كل ما في؟ فخلف هذه الملامح خبأ دافنشي أسراراً ليكتشفها العالم يوماً ما. في عيني يرى الناس الغموض فقط، لكن بهما أسراراً صغيرة. في عيني اليمنى رسم ليوناردو الحرف L، نعم، أول حرف من اسمه. أما في عيني اليسرى فقد وضع علامة غامضة يرى البعض أنها S، ربما لسلالة سفورزا التي عاش بينها في ميلانو، وربما لشخص كان قريباً منه. وإذا تحركت أنظاركم نحو الجسر خلفي فستجدون الرقم 72 مختبئاً بين الأقواس. رقم ليس عبثاً، فهو رمز تجده في كتب الكابالا والتصوف، ورقم يحكي عن ثنائية الذكر والأنثى وعن اكتمال الخلق. لكن ليس الجميع يصدق، فبعضهم يراها مجرد تشققات لونية أو خداعاً للبصر. أما أنا فأبتسم وأترككم أتجادلون. جسدي من ألوان وزيوت، لكن العلماء لم يتركوني بسلام. سلطوا علي الأشعة تحت الحمراء وأشعة سينية، فوجدوا أن تحت وجهي الحالي رسماً آخر، صورة أولية ربما لنموذج مختلف. واكتشفوا أن رسامي خلط الرصاص بعبقريته ليصنع طبقة أساس فريدة. كل هذا لأظل حية في نظراتكم إلى الأبد. حتى خلفيتي التي تظنونها خيالية قيل أنها تحمل في طياتها مشهداً حقيقياً من شمال إيطاليا، من مدينة تدعى ليكو وجسرها القديم. وكأن ليوناردو أراد أن يخلد المكان بجانبي كما خلد ابتسامتي وهويتي. يقولون أنني ليزا جيرارديني، زوجة تاجر فلورنسي، لكن آخرون أقسموا أنني لست إلا صورة لصديقي ليوناردو المقرب سالاي. وأنا سأترككم في حيرتكم، لأن السر جزء من سحري. والآن أخبروني أنتم، أي سر تظنون أنني أخفي؟